وفي زمن الحجاج وصل له خبر أنه أكو مرأة اسمها حرة بنت حليمة، وهذه المرأة كانت عالمة. هذه المرأة كانت تفضل علي بن أبي طالب على الثلاثة، على الخلفاء الثلاثة. الحجاج استشاط غيظ لأنه هاي المرأة كانت تنشر فضائل علي بن أبي طالب، فسأل بطلبها في محضر مجموعة من العلماء. والحجاج ترى مو عايز خلفية علمية هم عنده، لكن مو كل علم انتفع بصاحبه مثل ما ذكرنا في الأيام الماضية. دخلت المرأة قالها: بلغني أنك تفضلين علي بن أبي طالب على الثلاثة، على الخلفاء الثلاثة، وأنا لازم أقتص منك. قالت له: لا أنت مقصر. قالها: كيف؟ قالت له: أنا مو بس أفضله على الثلاثة، بل أفضله على آدم ونوح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود. استشاط غيظ الحجاج، قال: فضل الله فاكي، أنا بلغني أنك تفضلينه على الخلفاء الثلاثة، الآن أنت جاي تفضليه على أنبياء ومن جملتهم أولي العزم. قالت له: مو أنا اللي فضلته. قالها: لا، عاد من اللي فضل؟ قالت: الله هو اللي فضله. قال: كيف؟ قالت: قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقال في علي بن أبي طالب: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال تعالى في نوح ولوط: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وعلي بن أبي طالب زوجته الزهراء فاطمة من يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إما تفضيله على إبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن. وعلي بن أبي طالب وهو القائل: لو ترك لي الخطأ لما ازددت يقينا، أنا يقيني بربي ما الزعزع. وإما تفضيله على موسى قال في موسى قال تعالى: وخرج منها خائفا يترقب. حلوة الحجة القرآنية. علي بن أبي طالب كان هواية يريد يوثق الأمة بالقرآن، ولهذا قام حتى يرفض الساحة، ساحة العلم الخطابي بالخطابة، يزاوج كلامه بالقرآن. الشيء بالشيء يذكر. مثلا في نهج البلاغة: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستعينوا بها وأكثروا منها فإنها كانت على المؤمنين كتابا. شوفوا، يزاوج الكلام بالقرآن الكريم، يريد يثقف الأمة. المهم: فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أفلا تسمعون جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من هاي المرأة انتبهت لهاللون وأخذت هالمقتبس من فكر علي بن أبي طالب وصارت الحجية من القرآن. ولهذا إلى الآن اللي يغربلون رواحهم على الفضائيات ويصيحون تعالوا وحاججونا وسولفوا ويانا، وإن أكو محطات فضائية تجيب لهم واحد السماء عرف الله يعلم منين جايبيه ومو شغلته، مجرد حطوا له أعمام الشيعي يقول له تعال ناظر. إلى الآن تشوف بعض الفضائيات اللي تجيب كائن من كان على أنه حجتهم أقوى، وحقك ما تصمد حجتهم أمام نقاش، لكن أمام منه كون تجيب واحد من اللي إحنا نختارهم، حوزة النجف الأشرف، حوزة قم المقدسة، علماء الدين في لبنان في غير مكان، وتقعد تناظر. هم يفرون منا لأن حجتنا أقوى، والدليل عوف المناظرات. ما نريد نجيب لهم من علمائنا، ما نريد نجيب لهم من شخصياتنا الشيعية. كتبنا الثقة. شو إحنا مكتباتنا حتى بمكتبة الخاصة تلقوا كتب العامة: البخاري، مسلم، سجستاني، ابن ماجه، غيره، ابن كثير، ابن الجوزي، كتبهم عندنا. لكن كتبنا كثير من كتبنا ما موجودة في مكتباتهم. ليش؟ لأن الحجة واهية، وقاعدين تشم غراب من غربان النار يلقنون بالناشئة ويولدون هالجيل التكفير الساذج. وإلا كتبنا لو يقرؤوها مثل ما يقول الدكتور التيجاني في كتابه زبدة الأفكار، يقول: لو نظر إخواننا أهل السنة إلى كتبهم لعرفوا الحقيقة من مصادرهم. كتبنا وين؟ كتاب اجتماع علماء بغداد وين؟ كتاب ليالي بيشاور وين؟ كتاب المراجعات لسيد عبد الحسين شرف الدين وين؟ وعشرات المصادر إذا تروح تفتش في دولهم ما تلقيها موجودة. ليش؟ لأنها بالحجج العقلانية، بالحجج المنقولة والمعقولة تثبت أحقية مذهب أهل البيت بالاتباع. المهم أرجع الموضوع. قال في موسى: وخرج منها خائف يترقب. وعلي بن أبي طالب بات في فراش الهجرة، ونزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إما تفضيله على عيسى
لما جاء المخاض لمريم ودخلت بيت المقدس نوديت يا مريم هذا بيت عبادة لا بيت ولادة. وعلي بن أبي طالب لما جاء المخاض لفاطمة بنت أسد وين وضعته؟ علي وين انولد؟ هم سائل سؤال. سل جدار الكعبة منه الفطرة، علي من انولد يقرا له ابتهال آسيا ومريم وكل مخدرة. علي من الذيب بلاذ الغزال، علي سهل أمر كل محيرة. علي سيف الله لو صار النزال، بالزمرد لقى حروفه مشذرة. هذا ابو حسين وحسن عز الرجال، وهذا ابو العباس سبع وين انولد؟ وين انولد؟ نبي روح الله. وبيت المقدس، خو بيت المقدس مو اشرف من الكعبة. ويجي المخاض الامه ويقولها طلعي، لكن لما اجى المخاض الفاطمة بنت اسد مو انشق جدار الكعبة. ما اكو بالدنيا واحد انولد بالكعبة غير علي بن ابي طالب. هذا تفضيل على عيسى، واما تفضيله على داود. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقلت له القصة باختصار ان النبي داود اكو عنده اثنين جوارينه، واحد عنده قاع وواحد راعي عنده غنم. القاع صاير بيها كرم، الكرم يعني المحصول الزراعي اللي اجى وقت حصاده. ما اعرف فرد سياج بيناتهم وقع، واجت الغنم ودخلت اكلت الكرم، وجاء يختصمان عند داود النبي. فداود ايش قال لهم سلام الله عليه وعلى نبينا واله الكرام؟ قال لهم يباع الغنم ويعطى ثمنه الى صاحب الارض كي يصلح ارضه. سليمان النبي قاعد ابنه قال له لا ابوي الحكم مو هالشكل. قال له عشون؟ قال يباع لابنها وصوفها ويعطى ثمنه لصاحب الارض كي يصلح ارضه. اذن داود صارت عنده خله في مساله. وعلي بن ابي طالب قال مقوله ما قالها احد غيره، قال سلوني قبل ان سلوني عن طرق السماء اعلم بها من طرق مو أنا ساووك بمن ناؤوك فهل ساووا نعلي قنبر. اجوا وش كم من يمون ارادوا يقلدوا علي بن ابي طالب. مو حسد الى حقد وخسة معدن جمعت عليك وكلهن هتون. اجوا ارادوا يقلدوه. اجا واحد صحد على المنبر قال اليوم راح اقول نفس المقولة مال علي بن ابي طالب. قال له اوقف لا تسعى لطيح حظك، اقعد ما تقدر. وينك وين علي بن اقعد؟ لا بعد. قال لا انا لازم صعد. صح سلوني قبل ان تفقدوني. قامت له مرة من الاخير قالت له ايه انا عندي سؤال. قال لها سئلي. قالت له علي بن ابي طالب طلع من المدينة للمدائن دفن سلمان، وعثمان 3 ايام ميت ببيته، ويمه بالمدينة جيرانه علي بن ابي طالب ما دفنه. تقصير من علي بن ابي طالب، لو عثمان ما يستحق الدفن. تدري ايش قال لها ابو سلوني؟ قال لها اخرجي، ان كنت قد خرجت من دارك بغير اذن زوجك لعنتك ملائكة السماء. السماء ادري جابت شلاق على الراجدين. انا وين اسالك انت وين تجاوبني؟ لك انا جاي اقول لك عن علي بن ابي طالب، انت تقول لي طلع وش عليك انت برجلي؟ قالت له خلي تولي هاي الجزء المساله حساسه صعبه عليك وبيها شويه وتر سياسي وانت تخاف على كرسيك، خلها تطيق غيرها. قالت له ذيك المره اللي صعدت يوم من الايام وركبت الجمل وطلعت بوجه امام زمانها علي بن ابي طالب، لو كان النبي عدل يقبل بطلعتها شو تقول؟ قال اخرجوها انها خارجه بغير اذن زوجها وهي ملعونه. حصل خزي لو ما حصل خزي؟ بقى الى الان ملعنه للتاريخ لو ما بقى؟ الى الان باقي ملعنه بالتاريخ. ليش؟ لان راد يلبس ثوب مو ثوبه. مو من تصدى بغير اوانه فقد تصدى لهوانه. يا اخي مو شغلك. علي بن ابي طالب من يقول سلوني قبل ان تفقدوني يقولها بملء فمه ما يهم شيء. حلوم الاولين والاخرين منابت صدر علي بن ابي طالب. شعر صدر علي بن ابي طالب كل علم. تو انت سولي. المهم وعلي قال مقولة هي المشهورة سلوني قبل أن تفقدوني عن طرق السماء أعلم بها من طرق الأرض. بعدين قالت وإما تفضيله على سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وعلي بن أبي طالب التاريخ حافظ له صنف بيت المال بمخصره. قال يا صفراء يعني الذهب، يا بيضاء يعني الفضة، إليك عني غري غيري، يا دنيا طلقتك 3 لا رجعة لي بعدها. أكو واحد طلقها للدنيا غير علي بن أبي طالب؟ كلها تسعى وراء الكرسي، وكلها تسعى خلف الدنيا، كلها تطارد وراها.
وعلي بن أبي طالب طلقها. عاد بعدين الحجاج قال أوقروها بحمل ذهب لا بارك الله فيها، انطاها حمل ذهب وراحت هاي المرأة. فشاهدي علي بن أبي طالب نسمة مميزة خط تأريخه في رضوان الله من أول لحظة، وشاطر رسول الله وحقك، وصارت الفيوضات الإلهية ترفض تلك الشخصية.